تحياتي من مطبخ نودي وأسماء، وأنا أسماء. النهاردة هنعمل مع بعض فطير شرقي بطريقة بسيطة جدا، مش محتاج مردنة، وتسويته هتكون على الصاج أو في طاسة. هيبقى خفيف، وصدقوني هيبقى حاجة مميزة جدا بالنسبة لكم. أول حاجة، ما عندناش مكونات كتير، دقيق ومية وملح. هضيف معلقة كبيرة من الملح على كيلو من الدقيق ونقلبهم مع بعض. بعدها هضيف المية بالتدريج، واحدة واحدة، مش كلها مرة واحدة، وأبدأ ألم العجينة. بعدها هكمل بإيديا عشان أقدر أحدد إذا كانت محتاجة مية تانية أو كده كفاية. أنا هنا هضيف لها شوية من المية وأكمل عجن. ده قوام العجينة، طرية بس لسه بتلزق. هعجنها كويس قوي لحد ما تتماسك وما تلزقش في إيدينا. بعد ما خلصت العجينة وعجنتها كويس قوي، هقسمها بقى لكرات صغيرة، وزنها من 15 ل 20 جرام. ده حجم الكرة، هتبقى صغيرة بالشكل ده. نجهز صينية أو طبق وندهنه بالزيت، ونرص فيه كور العجين. وهدهنهم كمان من فوق بالزيت، وهغطيهم بكيس نايلون، وأسيبهم يريحوا حوالي ساعة كده تقريبا. ده الميكس اللي أنا هستخدمه للفرد: نص كوباية من الزيت مع نص كوباية من الزبدة. وممكن نستخدم زيت بس، بيبقى حلو قوي، وأنا بحبها أكتر الحقيقة، بتبقى خفيفة. ده شكله بعد ما ريحناهم لمدة ساعة. هنبتدي بقى مرحلة الفرد. هضيف معلقة من الزيت والزبدة تحت العجينة، وكمان معلقة من فوق، وأفرد لحد ما أوصل للحجم اللي أنا عايزاه. بعد الفرد ندهنها من فوق ونلمها بنفس الشكل ده، ونركنها على جنب. نرجع نفرد الكرة التانية بنفس الطريقة. وقبل ما ألمها، أحط جواها الفطيرة الأولى اللي فردناها، ونلمهم سوا ونركنهم على جنب. بعدين هفرد التالتة وأحط جواها أول اتنين وألمها. وبعدها الرابعة وأحط جواها التلات فطاير ونلمهم. كده بقت عندنا فطيرة بأربع طبقات. نكمل بنفس الطريقة لحد ما أخلص كل العجين اللي معايا.
ده شكل الفطاير بعد ما خلصتهم. هبتدي بقى اشكله، وهبتدي باول واحده انا فردتها. بعد ما خلصنا نيجي بقى لمرحله التسويه. نسخن طاسه او الصاج، ونحط الفطيره بتاعتنا، ونهدي النار للوسط، ونقلبها على الناحيتين لحد ما تستوي وتاخد لون حلو. بعد ما اخدت لون واستوت معانا، اضيف الحشو. ده ميكس جبن مع لانشون. نضيف بقى اي نوع جبنه احنا بنحبها. حطيت الحشوه في ناحيه، وهطبق عليها الناحيه التانية، ونسيبها كده 5 ثواني على كل ناحيه، وبعدها تبقى جاهزه. دلوقتي بقى هقسمها لكم وهي لسه سخنه، علشان تشوفوا شكلها. شايفين شكلها وهي لسه سخنه؟ بجد طعمها تحفه، تنفع عشاء سريع ولذيذ. وكمان عملت واحده تانية بالزيت بس من غير اي زبده، ومن غير حشوه كمان. بصراحة بعملها على طول وبحبها قوي كده مع كوباية شاي، بتبقى خفيفة جدا ومش شاربة أي زيوت. جربوها هتحبوها قوي. ودول باقي الفطاير بتاعتنا بعد ما خلصناهم. جربوها بقى بنفس الطريقة، قد إيه سهلة وخفيفة. هستنى بقى رأيكم فيها وتعليقاتكم. وما تنسوش تتواصلوا معانا في منتدى القناة، وتشوفوا البوستات اليومية. وبالهنا على قلوبكم.